السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل حبايبي ومتابعيني في القناة. النهاردة جايه لكم بوصفتين حلوين قوي سهلين، ما بياخدوش ولا وقت ولا مجهود. وصفة بتتعمل بالجبنة ووصفة بتتعمل بالتونة، والوصفتين دول بيتحفظوا في علبتين تلاجة، بتاخدي منهم في طبق كل ما بتحتاجي تاكلي. بتبقى وجبات للعشاء او ممكن تستخدميها وجبات للغدا برضو. حلوة وسهلة وموفرة برضو الى حد ما، بتعمل معايا كمية كبيرة. والوجبات دي بتقدري ممكن تعمليها سندوتشات، ممكن الجبنة تتعمل سندوتشات، وممكن كمان تتعمل سندوتشات للمدارس. وممكن كمان الوصفتين دول تستخدميهم لو انتي جوزك بيسافر او بيروح شغل بعيد، ممكن تعملي له الحاجتين دول في علبة تلاجة وتشيليهم وياخدهم معاه، ويقدر ان هو ياكلهم بالعيش. او برضو الوصفتين دول ينفعوا اي حد مسافر او متغرب، ممكن ان هو يعمل الاكلة دي بنفسه. اي راجل ممكن يعمل الاكلة دي بنفسه، واكلة سهلة وطعمها حلو في نفس الوقت، مشبعة جدا وفيها كل العناصر الغذائية زي ما احنا اتعودنا. واي حاجة طبعا بتتعمل في البيت في الاول وفي الاخر هي بتبقى حاجة انضف من بره بكتير. اول حاجة هنبتدي بوصفة التونة. عندنا هنحتاج للتونة، ادي العلبة بتاعتي هشتغل فيها وهي دي اللي هحفظ فيها الايه، هحفظ فيها التونة. هحتاج فلفلاية خضراء او 2 او 3 على حسب ما انتي بتحبي الفلفل. وممكن تحطي الفلفل برضو ممكن حامي او بارد على حسب برضو الرغبة بتاعتك. هنحتاج للتونة الفلفل الاخضر، وعندنا علبة التونة بتاعتنا اهي. وعندنا البصل، هناخد بصلاية واحدة هنقطعها، وليمون. وطبعا البصل برضو طريقة تقطيعه على حسب ما انت عايزة، كبير او صغير على حسب ما انت عايزة. وبرضو الكترة وقلتها برضو على حسب ما انت عايزة، لو عايزة بصلتين حطي، عايزة نص حطي، على حسب رغبتك. وفي ناس اصلا بتستغنى عن البصل لانها مش بتحبه، بس هو بيبقى في التونة بيبقى كويس جدا. وعايزين ليمونة بحالها. انا طبعا بالنسبة لي بستخدم ليمونة بحالها لاني بحب الليمون في الاكل. ممكن واحدة تانية ما يعجبهاش الليمون فممكن تحط نص بس. في ناس بتحط خل، برضو على حسب الرغبة وعلى حسب الاحتياج. المهم في النهاية هيطلع الأكلة بتاعتنا هتطلع طعمها حلو. عندي بحتاج في الوصفة دي الزيتون المخلي. وبحتاج برضو الايه مايونيز، بحتاج عندي المايونيز. طيب هبدأ بقى اعمل الاكلة بتاعتي. ادي الفلفل متقطع، انا بشتغل في العلبة على طول عشان ما اشتغلش في طبق وفي الاخر اقوم اضطر ان انا انقله تاني في العلبة ويبقى كده بنكتر على نفسنا شغل وخلاص. فبشتغل في العلبة على طول اللي هحفظ فيها. البهارات بتاعتي اللي هحتاجها هي الفلفل الاسمر والكمون فقط، وده على حسب برضو الرغبة وعلى حسب الحاجة، لان في ناس مش بتحب الايه برضو الموضوع ده. بحط التونة بتاعتي على الفلفل، بصبها بالمنظر ده. هي طبعا التونة دي قطع، ممكن برضو تجيبي تونة مفتتة عادي، يعني مش مفيش اي فرق. ماشي، بتبدأي تنزلي بقى كل التونة اللي في العلبة بالمنظر ده. نزلتها على الفلفل الاخضر، خلاص. بعد ما نزلتها هي طبعا قطع زي ما انتي شايفه كده اهو، فبحاول ان اكسرها يعني افتتها شويه. هي كده كده هتلين معايا بالزيت اللي انا هحطه. طبعا انا بحط زيت في النهايه، بحط زيت لسبب واحد بس، عشان الزيت يحفظ لي الاكله دي منين ما اخد منها في طبق خارجي وارجع لها تاني، تبقى الاكله ما تتعرضش ان هي تحمض، بالذات عشان احنا في الصيف فممكن الحاجه بتحمض بسرعه. بقلبها مع بقلبها مع الفلفل الاخضر بالمنظر ده كويس قوي. وبعد كده بضيف ليها
بضيف ليها البصل اللي انا مقطعاه. انا عن نفسي هحط البصله بحالها لاني بحب البصل كتير. وبقلب برضو البصل، بقلبه كويس قوي اهو بالمنظر ده. وبضيف الاضافه بتاعتي وهي الزيتون. الزيتون يا جماعه المخلي على التونه بيديلها طعم رائع فوق الرائع، يعني عايزه اقول لكم فوق الرائع. وببتدي بقلب الزيتون المخلي، بقلب كويس قوي برضو. بعد كده بجيب المايونيز، باخد منه طبعا اراعي ان انا اجيب معلقه نظيفه اجيب بها المايونيز عشان المايونيز البرطمان بتاعي ما يبوظش مني. بحط مع معلقه اهي كبيره او معلقه ونص، هي بصراحه طعمها بيبقى رائع. ماشي. بضيف بقى الزيت علشان يمشي معايا، زيت ذره اهو. بضيف الزيت عشان احفظ التونه بتاعتي. وقبل ما اكمل تقليب بحط اضيف بقى فلفل اسمر والكمون بتاعي. ناخد رشه فلفل وناخد رشه كمون. ادي رشه الكمون. وبكده الاكله تكون انتهت. بس عايزه برضو مني تقليب كويس قوي، اقلبها لحد ما تتجانس خالص بالمنظر ده. يعني مش عايزه اقول لكم طعمها رائع وجربوها ومش هتخسروا حاجه. بكده اكون خلصت اول اكله بتاعتي وهي اول وصفه اللي هي وصفه التونه. تنفع غدا وتنفع عشاء. وجبه رائعه طعمها رائع جدا. وبقت اهي بالمنظر ده. العلبه بتاعتي دي بغطيها عادي وبحفظها في التلاجة، ولما عاوز بطلع منها وباخد في طبق خارجي، وبعد كده بقفل العلبه تاني وبرجعها التلاجة وبحافظ عليها عشان ما يحصلهاش اي مشكله تخليني تبوظ لي الاكله كلها. طيب نبص بقى على اكله الجبنه الجديده بنفس الطريقه برضو. عندنا نشيل بقى الاكله بتاعتنا دي. عندنا الجبنه دي هحتاج فيها جبنه فيتا، وانا بستخدم جبنه فيتا اللي هي جرينلاند. هي بتبقى قطعه معلبه. الجبنه دي الوصفه دي هحتاج فيها برضو الزيتون المخلي، نفس الزيتون المخلي بتاعي هحتاجه. وهحتاج برضو الزيت كمادة حافظة، ورشة الفلفل الأسمر، ورشة الكمون معايا برضو. وهضيف الخلطة، مش هاخدها كلها الحقيقة، هاخد جزء منها بس. دي الخلطة بتاعة السمبوسك، هي بشتريها كده جاهزة. دي فيها جبنة موتزاريلا وفيها برضو زيتون وفيها جبنة رومي، بس انا بدعم الزيتون بزيتون اخضر معايا. وبقلب على الجبنة بتاعتي. فعندي الجبنة بقى اهي، قطعة الجبنة هبتدي اكسرها بس كده، واضيف معايا الزيتون اهو. هضيف عليها الزيتون على طول، وهضيف جزء من الخلطة دي. بضيف اهو، وبعد كده ببتدي اقلبها. دي تقريبا قطعة لانشون دخلت غلط في الوصفة. هقلب طبعا عشان تمشي معايا بقى، عشان تمشي معايا في التقليب. بضيف لها زيت الزيتون. ضفت زيت الزيتون، هقلب برضو.
هضيف بقى رشة الفلفل الاسمر والكمون بتاعتي. رشة الفلفل الاسمر رشة بسيطة يعني مش كتير، ورشة الكمون بتاعي، وابتدي اقلب تاني. انا هلاقيها طبعا هي بالنظر كده محتاجة ان انا احط بقية الخلطة دي، طبعا حسب الرغبة يا جماعة. في ناس بتحب الخلطة دي ممكن تحطها كتير، ممكن تحط قليل، دي طبعا حسب برضو الرغبة. اقلب واحط برضو زيت تاني، محتاجة زيت، احط زيت، احط زيت واقلب. طبعا هي كده بقت زي الجبنة اللي انت بتشتريها من بره، اللي هي بتبقى بالخلطات، جبنة بالزيتون، بتبقى جاهزة. طبعا الوصفتين دول هتلاقي او تلاحظي ان كمية الجبنة زادت، وهنا برضو كمية التونة زادت. هزود شوية زيتون، محتاجة شوية زيتون. فدي طبعا موفرة جدا يا جماعة لو عدد افراد الاسرة كبير وبتعملي عشاء لافراد كتير. قطعة الجبنة هي عملت لك، هتعمل لك حوالي طبقين لو هتعشي اسرة كبيرة كمان، وبتتاكل بالعيش وبتفضل معاكي. ولو اسرة صغيرة بتفضل معاكي طول الوقت في التلاجة متغطية. قلبناها كويس اهي، اختلطت مع بعضها خلاص. كده كده الاكلتين بتوعي تقريبا خلصوا. أكلة التونة من الأكلات الجميلة جدا، فيها عناصر غذائية قوية جدا. وأكلة الجبنة بتاعتنا، الأكلتين دول ببتدي إن أنا بشيل المعلقتين اللي اشتغلت بيهم، وبعد كده ببتدي إن أنا أجيب الغطا، بغطي العلبة بتاعتي بالمنظر ده، بغطيها كويس قوي اهو. بغطي العلبتين بالمنظر ده، وبعد كده بحطهم في التلاجة كده متغطيين. ولما اجي اخد منهم يا جماعة يعني احرص بس ان انا تكون المعلقة بتاعتي نظيفة، اخد منها وبعد كده اقفل العلبة وارجعها تاني التلاجة، عشان الاكلة بتاعتي ما تتعرضش ان هي تبوظ واخسرها كلها. واحنا طبعا بنسعى الى ان احنا نعمل حاجات توفر علينا وقت وتوفر علينا مجهود، وفي نفس الوقت توفر علينا فلوس، وتبقى جاهزة في اي وقت ولادك جاعوا، في اي وقت جالك ضيف عايزة تعشيه، في اي وقت جوزك رايح سفرية او مسافر او حاجة ومحتاج اكل معاه، تبقى الحاجات دي عندك في البيت جاهزة، بتسهلك وتيسر لك الامر. ويا رب تجربوا الوصفتين دول ويعجبوكم، ويا رب نكون عند حسن ظنكم. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.